اول ما تقول لاي حد ان انت رحت الجيم او بدات تنتظم في الجيم، اول حاجه هيقول لك اعمل لي كده. هو ده بقى البرمجه بتاعت الناس، بقى ده تفكيرهم ان الدراع هو ده الحاجه الاساسيه ان انت بتروح الجيم او ان انت بتتمرن. فالنهارده انا هقول لك ازاي انا غيرت شكل دراعي من كده لكده، وهقول لك كل الخطوات اللي تقدر تعملها، وكمان هديك تمرين دراع في الاخر، تمرين قوي جدا لازم تجربه وهتحس بيه جدا. تمرين لاي عضله وخصوصا الدراع محتاج ان انت تتمرن بشده عاليه جدا، وساعات بتحتاج ان انت توصل للفشل العضلي. ايه هو الفشل العضلي دوت؟ وهو ان انت تبقى حاسس ان دراعك هينفجر، او تبقى حاسس بنار في الدراع او في اي عضله انت بتمرنها عموما، بتبقى انت مش هتقدر انت تعمل اي عده زياده ايا كان بوزن خفيف او اي حاجه. هو ده الفشل العضلي، ساعات بتحتاج ان انت توصل له في تمرين لعضلات كتيره جدا، ولكن ما ينفعش تحاول توصل للفشل العضلي في كل تمرينك. اول ما تخش الجيم كده كل التمرين انت بتعمله تحاول انت كل تمرين توصل للفشل العضلي فيه دوت، مش هينفع، عشان هتلاقي نفسك انت تعبت ومش قادر انت تكمل تمرينك بطريقه كويسه. انا عن نفسي بوصل للفشل العضلي في تمرين او في تمرينين فقط، اخر تمرينين في التمرين بتاعي دوت اللي انا بحاول اوصل للفشل العضلي فيهم فقط، لكن طول التمرين العاديه بكون بعمل عادي خالص. طيب ازاي بقى توصل للفشل العضلي دوت وتستفاد اقصى استفاده من تمرينك؟ انا في رايي هي طريقه واحده فقط، وهي الدروب سيت. الدروب سيت ببساطه هو ان انت بتاخد اتقل وزن تقدر تلعب بيه، ومثلا لو بنلعب بايسب كيرلز ولا حاجه فباخد مثلا 40 كيلو مثلا ولا 30 كيلو بتلعب بيهم، فبعد ما تخلص 30 كيلو بتعمل 10 عدات مثلا من 8 ل 10 عدات، بتنزل الوزن دوت وبتاخد نص الوزن على طول. لو انت مثلا بتلعب بال 30 فهتاخد 15، هتعمل بيها مثلا من 10 ل 15 عده، هتعمل شويه عدات زياده. في اخر كام عده هتلاقي نفسك انت مش قادر ترفع خالص، وهو دوت بيكون بدايه وصولك للفشل العضلي. وهتبدا تلاحظ ان انت لما خلاص بدات ان انا مش قادر اشيل حاجه خالص، يبقى هو دوت الفشل العضلي. الطريقه ديت بتساعدك جدا ان انت تطور عضلاتك ايا كان دراع او ايا كان العضله اللي انت بتمرنها. نظام قوي جدا وبيساعدك كويس جدا ان انت تطور العضله ديت. تاني حاجه كنت بعملها وهي ان انا كنت بمرن التراي قبل الباي. اغلبيه الناس بتعمل العكس، وهي بتخش الباي الاول بعد كده التراي. لا، التراي بتمثل حوالي من 60 ل 70% من حجم دراعك، يعني اغلبيه حجم دراعك هو تراي، فلازم يكون اول تركيز ليك وانت داخل الجيم، او ان انت كل الطاقه اللي متخزنه في جسمك وانت لسه رايح الجيم، سواء بقى انت واخد بري ورك اوت او شارب قهوه او واكل موز، ايا كان اللي انت عامله، كل الحاجات دي تقدر تركزها في الاول جدا على التراي اللي هو بيمثل الجزء الاكبر من حجم دراعك. بجانب ان انت لما بتمرن الترايسبس قبل البايسبس، الترايسبس بتساعدك ان انت بتسخن مفصل الكوع. مفصل الكوع لما بيبقى سخنان وبدا ان هو يشتغل معاك تمام، ده بيساعدك ان انت تشيل اوزان اتقل لما تيجي تلعب باي، فبالتالي اوزان اتقل مع نظام تمرين او حركتك بتكون مظبوطه، تحاول ان انت ما تلعبش غلط، تحاول تلعب باتقل وزن تقدر تلعب بيه باقل غلط في الاداء. ده هيساعدك ان انت تطور ايا كان العضله اللي انت بتمرنها ايه. في ناس كتير جدا بتقول ان هي لما تيجي تلعب دراع وخصوصا الباي بتحس بوجع في كوعها. جرب ان انت تمرن الترايسبس قبل البايسبس وهتدعي لي. كل الحاجات اللي فاتت ديت ملاش اي لازمه من غير الحاجه الجايه، وهي تالت حاجه وهي الاكل. عضلات بتساوي اكل. عايز تزود وزنك وعايز تزود حجم جسمك لازم تاكل كميه اكل كبيره جدا، بجانب ان انت بتتمرن بتمرين قوي جدا، فبتعمل ريكفري وبتعمل استشفاء بان انت بتدخل لجسمك كميه اكل كويسه جدا، فبتبدا ان انت تزيد وتبدا تعمل عضلات. بتاكل كميه اكل قليله، فبالتالي انت يا دوب بتدخل لجسمك اللي هو محتاجه على مدار يومك العادي عشان يمارس يومه بشكل طبيعي جدا، فدوت مش هيساعدك ان انت تزيد او ان انت ترمي حجم زياده لجسمك وتعمل عضلات. ولكن برضه حاول ان انت لما هتيجي تاكل كميه اكل كبيره جدا ان انت على قد ما تقدر ان الاكل دوت يكون صحي، او ان الاكل يكون الكواليتي بتاعته او الجوده بتاعته، الاكل يكون كويس، ما يكونش فيه دهون كتيره جدا، ما يكونش فيه زيوت كتيره جدا، كارب، بروتين، فاتس صحيه، كل الحاجات دي تقدر تزودها بكميه كبيره جدا فهتعمل عضلات زياده. لكن الدهون اللي هي مش صحيه حاول ان انت تقلل منها على قد ما تقدر، عشان لو ان انت اكلت كميه دهون كتيره جدا اللي هي مش صحيه اعتمادا منك او اعتقادا ان انت كده هتعمل عضلات زياده، او ان انت كده هتكبر حجمك وهتبدا ان انت ترمي حجم، هي فعلا هتزودك حجم كل حاجه، بس لما هتيجي بعد كده تحاول انت مثلا تنشف او تكت، وهو ان انت بتبدا تتخلص من الدهون اللي في جسمك عشان تبين شكل العضلات بشكل احسن، الموضوع ده هيزولك جدا وهيبقى متعب جدا ليك ان انت تتخلص من كل الدهون اللي انت زدتها الفتره اللي فاتت دي. فالموضوع هيكون صعب جدا ليك ان انت تتخلص من الدهون، بجانب ان شكلك هيكون مش حلو خالص في الوقت ده. وبس يا سيدي، دي كده شويه الحاجات اللي انا غيرتها الفتره اللي فاتت، او الحاجات اللي انا بدات اضيفها للنظام اللي انا ماشي عليه، ساعدتني ان انا اطور جدا من شكل دراعي. ودلوقتي يلا بينا نخش في التمرين على طول.
التمرين ده قوي جدا وتمرين تقدر تلعبه ايا كان الليفل بتاعك في الجيم. تمرين بجد هتحس بيه جدا وتمرين قوي جدا. زي ما قلت لك حاول انت تلعب باتقل وزن تقدر تلعب بيه باقل غلط في الاداء. ده الطريقه الوحيده او دي الفورمولا او المعادله الوحيده اللي تساعدك ان انت تعمل عضلات. بتلعب باوزان تقيله جدا وبتلعب غلط هيساعدك ان انت تعمل عضلات. لكن الفكره في البودي بيلدينج او كجيم عموما ان انت يبقى فيه سيمتري في الشكل، ان انت يبقى فيه تناسق في الشكل. في ناس كتيره جدا بتروح الجيم وعندها عضلات وعامله حجم عضلات ولكن مفيش تناسق، تبص له تلاقي ان هو عباره عن كتله عضلات فقط. لكن ان انت تلاقي السيمتري والتقسيمه مع الوسط الرفيع مع الكتاف العريضه واللاتس العريضه مع الرجلين مع الشكل، هو دوت الفكره او هي دي الصياعه كلها في الفكره. ان انت لازم تهتم جدا بالشكل، تشوف نقط الضعف اللي عندك، ايه الحتت اللي انت ناقصاك او الحتت اللي انت محتاج تركز عليها، فبالتالي هتطورك وهتخلي شكلك سيمتريتك تكون كويسه جدا. دي الحاجه الاساسيه اللي لازم انت تفكر فيها لو انت عايز تعمل حاجه كويسه او ان انت يكون شكل جسمك متناسق وكويس. كده شباب، ده يكون فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يجي لكم على طول ان انا نزلت فيديو جديد. واعملوا لايك للفيديو دوت واكتبوا لي في الكومنتات تحت اي حاجه عايزين تسالوني فيها. تقدروا تتابعوني على الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، تويتر، كل اللينكات هتلاقوها في الديسكربشن تحت. ولو عايز حد يساعدك ان انت توصل لشكل جسمك او ايا كان هدفك اللي انت عايز تعمله وتبدا تغير من نمط حياتك وتبدا ان انت تكون شخص صحي اكتر وتعيش بطريقه كويسه جدا، زي ما قلت لكم قبل كده على الانستجرام ان استثمارك في صحتك هو اهم استثمار تقدر تعمله. هتدفع فلوس لكن انت لما بتصرف فلوس في اي اكله او اي جانك فود اي حاجه من بره، لو بدات ان انت تاخد جزء بسيط من الحاجات الهبل اللي انت بتصرفها على الفاضي وبدات ان انت الفلوس دي تحوشها على جنب، ان انت هتروح لمدرب، مش شرط انا يا عم، ممكن تروح لاي مدرب عادي يساعدك ان انت توصل لهدفك، بس على الاقل تتاكد ان المدرب دوت فاهم هو بيقول لك ايه. ده هيكون احسن استثمار ليك وهيوفر لك وقت كتير جدا. انا في بدايتي في الجيم قعدت اول 3-4 سنين ليا كنت الدنيا بايظه وكنت مش فاهم اي حاجه، كنت باكل اي حاجه قدامي، كنت بتمرن بطريقه غلط، كنت مبوظ الدنيا خالص. لو انا كان معايا حد من الاول او لو انا كنت فاهم كويس جدا قبل ما اعمل كل التفاصيل ديت او كل الغلطات اللي انا عملتها ديت، كان الموضوع هيوفر عليا كتير جدا وكنت عملت نتائج احسن بكتير جدا من اللي انا واصل له. فلو انت عايز حد يساعدك في كل الكلام دوت تقدر تبعت لي على لينك الواتساب هتلاقوه تحت، هعمل لكم ريدايركت على الواتساب، تقدروا تبعتوا لي كل التفاصيل او ممكن تبعتوا لي برده على الفيسبوك او الانستجرام، مفيش مشاكل، كل اللينكات تحت. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.